السلام عليكم أحبابي وأصدقائي، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا ومشاركة في نجاحنا. نحن في انتظاركم ومشاركتكم. إن الله تعالى رزق بعض الناس بالمال لكي ينتفعوا به وينتفع الناس به، فلم يرزقهم بالمال ليتكبروا به على الفقراء والمحتاجين. واليوم نخبركم بشاب تغيرت حياته كلها بسبب أنه في يوم من الأيام تكبر على شاب فقير وعامله باحتقار. خرج الشاب الغني يوما من بيته وكان يحمل في يده حقيبة فيها طعام، فرآه شاب فقير كان يقف في الشارع، فذهب إليه مسرعا وطلب منه أن يعطيه طعاما، فكان جوعانا، ولكن الشاب الغني رفض أن يعطيه طعاما، ولم يكتفي بذلك بل احتقره واستهزأ به، فأخرج الطعام ويشير إليه بأن يأخذه، فيمد الشاب الفقير يده ليأخذ الطعام ثم لا يعطيه الطعام بعدما يمد يده. ثم ذهب الشاب الغني بعد سخريته من الفقير، ولما رجع إلى بيته آخر اليوم لكي ينام فرأى في منامه حلما مزعجا، فرأى ما فعله مع الفقير، ولكنه كان في الحلم هو الفقير، وكان الشاب الفقير هو الغني الذي معه المال. فقام منزعجا وبحث عن الفقير في كل مكان ولكنه لم يجده، فندم على ما فعله واستغفر ربه وتاب إلى الله تعالى، وبدأ يحافظ على صلاته وترك ما كان يفعله من محرمات، وكل يوم يدعو الله تعالى أن يغفر له ما فعله في الشاب الفقير. وفي يوم ذهب إلى المسجد ليصلي، وإذا هو يجد الشاب الفقير يصلي في المسجد، فقام إليه مسرعا بعدما فرغ من صلاته، وظل يقبل رأسه ويطلب منه أن يسامحه، فسامحه الشاب، فأخذه الشاب الغني معه وأعطاه كل ما يحتاجه من مال كثير ليكفر به عن ذنبه. فانظروا أحبابي، لأنه رأى في نومه أنه مكان الفقير فتغيرت حياته. وإني أوجه رسالة إلى كل الأغنياء: اتقوا الله تعالى في أموالكم لكي لا يأخذها الله منكم، واجعلوا أنفسكم مكان الفقراء وكونوا عونا لهم، فإن أموالكم هي ملك لله تعالى. اشترك معنا في القناة ليصلك كل جديد ومفيد. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك.